السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي اللي هي بسيطة، فيها غير البساطة. معندناش لا فوخ لا زوخ، كلش على الطبيعة، عايشين كيف ما كانت والحمد لله. دائما نشكر ربي على كلش. حبيباتي اللي انضمت لينا نقول لك نورت القناة، مرحبا بيكي والدار دارك. ما كانش تقلاش، عايشين على البساطة. نتمنى دعمكم حبيباتي بالاشتراك في القناة واللايك وبارتاجي لصاحبتك لأختك، إن شاء الله كامل تستفادوا معايا. الفيديو اليوم راح يكون روتين خفيف وسهل. وراح نحكو شوية على البناء، راح نهضروا على موضوع مهم، كيفاش تبني، كيفاش تديري الدار. على بالي الغلاء راهو قاحم من الناس كلها، مع الشهرية راهي ما تكفيش، واللي هو عامل يومي ما يقدرش باش يوصل يشري سكن. لكن لما يكون عندك هدف وديري ربي في قلبك، راح يكون كل شيء، والتوكل على ربي أكيد، وإنك تدعي ربي يسهل لك ويحقق لك واش في بالك، والحاجة اللي في بالك إنك تصبري حتى توصلي لها. أكيد لازم تضربي ذريعك ومش لازم تاكلي المسقي. وما تبقيش غير تتفرجي الناس اللي عندهم واللي طالعين واللي محسينك باللي انتي فيك النقص. ضلي غير عندي في فلانة شرت وفلانة دارت وفلانة طلعت وفلانة، وانتي تشوفي في روحك ديما باللي راكي أقل منهم. لازم تصدمي رغم كل الظروف. لازم تكوني مقتنعة بواش ربي عطاكي. كاين اللي لقيتها سيجية، وكاين اللي تدمر باش تنحي من روحها، باش توصل توكل أولادها، ولا تعيش هذيك المعيشة البسيطة ومن دون كلل ولا ملل. كوني صامدة حبيبتي، حتى ولو طحتي ونضتي، حتى ولو طاحت بيك الأيام. لأنه ما كانش اللي راح يجي ويمد يده باش يوقفك. انت اللي تهزي روحك، انت اللي تمدي روحك هذيك الطاقة، ساندي روحك وما تشوفيش للور. انا على الرغم انه كانش وقد الحيل، ومع الوقت ومع الذري والدار، وراني نحاول اني نكون نخدم حاجة اللي نقدر عليها، نساند زوجي حاجة اللي نقدر عليها معاه، حتى ولو مثلا هزيت البريك، ولو هذيك البسيطة اللي تقدر عليها المرأة. نبركولي الحاجة اللي نقدر عليها، نعاون ونخلط معاه، حتى ولو تكون هذيك الخلطة قليلة. نعمر بالبالة، نحط في البيدون، نطلع عليه كي ظل هو مثلا فوق السدة، نجيب له الحاجة اللي نقدر عليها، نجيب له الماء. جامي لا نتذمر ولا تقلقت، نخدم وانا فرحانة ونفرح اولادي معايا وزاهيين. نقول يا ربي وصلني للحاجة اللي راني طامعة ولا طامعة اني نوصل. قول يا ربي اني ندير حتى انا دويرة ونخرج من دار شيخي، وخير من الكرا والميزيرية وديار الناس ما تدومش ابدا. واللي راح يدير منيفري نحاول اني نجيبوا به سلعة، حتى ولو كانت 100,000 ولا 200. كل يوم يدي هذاك المنيفري 100 ولا 200، هذيك 100 ولا 200 يجيب لي قضية. حتى ولو زوجي هذيك الحاجة اللي يخدمها الحاجة اللي ما يقدرش عليها ولا ما يعرفهاش، أنا نجيبه خدام. وإذا كانوا من مقدور إنه يتعلم ويخدم هذيك الحاجة، ولا يحاول إنه يخدمها، وإذا عرف أو يخدمها، إذا ما عرفش أو يجيب واحد يخدم له. وكما على بالكم كي الراجل يظل يخدم لبرا وباش يروح يرتاح النهار، ويزيد لازم له يدير شانتي اخر في الدار مع التعب، وراح يكون صعيب باش الراجل يخدم لك ويكمل، وراح اذا كنتي زيرتي عليه راح تتعاركي معاه، اذا كنتي هدرتي ما راحش يدي هدرتك. يعني رانا معاهم نعانو كامل الجزائريين راهم كيما هكا، خاصة الراجل كي يخدم كتكم البرة راهو يتعب ويروح يزيد يدير شانتي اخر في الدار ويزيد يخدم، راهو اكيد راح يتعب. احنا كنا قبل نخدمو ديما غير بالجمعة فقط، لكن لما سكنت قلت على الاقل العشوات هكا كل مرة نخدمو حاجة اللي نقدروا عليها. لكن ما الزوج راهو يخدم هذون الايامات، رانا محبسين كلش، انا نستنى حتى يكمل على الاقل ونرجعوا نخدموا الحاجات اللي هي نقصتنا. بزاف اللي قالوا لي وعلاه ما درتيش التيق والبيبان. على بالكم الباب باش تخدميه لازم لك على الاقل 2 ملايين للباب. لازم قلت على الاقل نديروا الكلاج باش كي نركبوا الباب يجينا سوا. التياق مازالوا مش مفينيين، هذاك علاش مازال ما خدمناهمش.
وهذا هو روتيني حبيباتي، نتمنى منكم اللايك والاشتراك في القناة، وإلى فيديو جديد.